السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة، وفيديو جديد من فيديوهات الحكيم الاقتصادي بعد غياب فترة طويلة من الأجازات. وحشتوني جدا والله. حتى امبارح حاولت، كنت هحاول اظبط الدنيا ان انا اطلع كده، بس برضو الدنيا ما ظبطتش. لقيت نفسي ناسي المايك والدنيا في العربية، حتى الايربودز كانت اوت اوف بيتري، فالدنيا ما كانتش ظابطة خالص. حتى جلسة امبارح كانت جلسة تعبانة كده، الواحد ما تشجعش يعني. الواحد كان مستني بقى شوية تجريات وحركات كده، لكن بعض المناوشات الجديدة بين أمريكا وإيران، ودول ضربوا هنا ودول ضربوا، وقعدت علي السلمي في الكويت، وشوية حاجات في إسرائيل ولبنان، والدنيا رجعت إيه شوية سبايسز كده تاني. على برضو النهارده كمان بدأت تسريبات من امبارح على ضريبة الأرباح الدامغة والضريبة الرأسمالية ومعرفش إيه. المهم يعني كلها حاجات حدت شوية من تطلعات الناس لطلعة قوية بعد اجازه طويله. الناس كانت متوقعه ان احنا نطلع نضرب ال 54,000 في اول جلسه الثلاث، بعد كده جلسه الاثنين الاولانيين، جلسه الثلاث نطلع فوق ال 54,000 ونعمل قمه جديده اسوى ببعض المؤشرات بره، وداو جونز على ناسداك اللي عاملين برضو قمم تاريخيه. اداء الاسهم كان يعني انتقائي شويه، اسهم بتطلع واسهم معرضه واسهم بتنزل، وشويه اخبار متتاليه كده عن نتائج اعمال بعض الشركات اللي بعضها جاي قويه. الشركات الكبيره قويه، الشركات الاضعف شويه يعني النتائج بتاعتها مخيبه شويه، ولكن عادي يعني، ما هو ده المتوقع. وحتى الناس كانت خايفه من تايكون، ان هو كان منزل اخبار كده اخر يوم للتداول، ان الشركه خسرانه اكتر من نص راس المال وما اعرفش ايه. وقلنا يا جماعه، ساعتها الناس قالت لي ده احنا مرعوبين من اول جلسه تداول والسهم هينهار، و12 و11 و9 جنيه وما اعرفش ايه. قلنا يا جماعه هم اذكياء جدا ان هم نزلوا الخبر في الوقت ده، لان عمل ما الدنيا تشتغل تاني، على ما الدنيا تشتغل تاني بعد العيد كل الناس نسيت اساسا. ف والفعل السهم امبارح والنهارده فوق ال 14، مفيش جديد. مستنين لسه نشرة الاكتتاب على ميعاد الاكتتاب ان شاء الله. برضو امبارح كان اخر يوم لتداول حق اكتتاب اسكندريه الطبي، واخر يوم للاكتتاب الاشتراك في الاكتتاب بكره تقريبا. بعد كده بنستنى كام يوم كده، وبعد كده يفتح اكتتاب المرحله الثانيه، اللي طبعا ندعو الناس كلها للدخول فيه لو انتم معاكم سيوله خارجيه. السيوله اللي اتكلمنا عليها قبل كده اكتر من مره، ان هي النو ريسك او اللو ريسك فاند، اللي بيبقى عندك فيه المحفظه حاطه في صندوق نقدي ولا حاطه في حاجه بره، ممكن تستدعيه للكتاب بتاع اسكندريه الطبي المرحله الثانيه. ده اذا عملوها يعني، بس ان شاء الله يعملوها، لانك هتاخد السهم بالقيمه الاسميه فقط. اعتقد ان شاء الله السهم ده برضو قبل نزول الاسهم هيعمل قيمه كويسه ويبقى كويس ان شاء الله. اما نهر الخير فتقريبا الكتاب بتاعه اتغطى مرات كتيره جدا، معرفش كام مره بصراحه، ولكن انا جالي شيء لا يذكر يعني بعد ما الواحد دخل فيه. والحمد لله ان هم ساندر رجعوا الفلوس قبل كتاب كره. دخلنا كتاب كره جالنا برضو حاجه كميه مش كبيره، ولكن ما رجعوش الفلوس. فالواحد اصلا امبارح والنهارده ايديه مغلوله جدا، عايز يشتري كام حاجه ومش قادر. النهارده الحمد لله ربنا وفقنا وقفشنا الفرصه بتاعه اكمي او فيوتشر كير دي. شفنا التسليم اللي حصل على 10.30 ونوهنا عنه في ساعتها، وقلت للناس اللي دخلت على 10.30، ولكن برضو للاسف مش بكميه كبيره، لان الفلوس بتاعتي لسه ما رجعتش من اكتتاب كرة. المفروض ان هو يرجع بقى بكره مثلا او النهارده اخر اليوم، ولكن اضطريت مثلا امبارح ان انا ابيع النيل الادويه عشان اقدر ادخل اكتتاب اسكندريه الطبي قبل ما يخلص. والنهارده بعت شويه من هيبكو، والحمد لله هيبكو في الاخر نزل، فالحمد لله الواحد عمل تريده كويسه. اي نعم ما رجعتش لهيبكو، ولكن دخلت في فيوتشر كير على 10.30. حاولت ابيع 11.48، بس ايه، كان هو جاب 11.50 ونزل وبعدين ما جابهاش تاني. فهم لسه معايا الكميه. متوقع ان فيوتشر كير بعده النهارده طبعا احنا بنتكهن او بنقول ان ده غالبا صندوق مستقبل مصر كان بيخرج. السهم منفذ اكتر من 7 مليون، معرفش في اخر الجلسه وصل كام مليون. وجهاز مستقبل مصر كان عنده 5.4 تقريبا او 5 مليون سهم. النهارده التنفيذ عالي جدا وفي نطاق سعر كبير، حصل تذبذب كبير. وغالبا حد استلم الكميه او حد اشترى الكميه بتاعه جهاز مستقبل مصر.
معلش الموبايل سخن وفصل عشان الحر. المهم خلينا نكمل. جهاز مستقبل مصر كان بيخرج النهارده، ما اعرفش خرج من سهم تاني ولا لا، ولكن كان بيخرج النهارده من اكمي فيوتشر كير وكده كان واضح، وتم التسليم لنا للمستلم على اسعار ما بين 10.30 و 11.50 اعتقد. متوسط ممكن يكون نفس المتوسط اللي السهم كان شغال عليه، اللي هو يعني حتى سعر الاغلاق طلع في الاخر كويس. فاعتقد ان هو يعني نفس الرينج السعري اللي احنا كنا شغالين عليه من 10.80 كده. فاعتقد ان نشره الكتاب هتنزل، وطبعا ما كانش لسه الاكمي ما كانش لسه الجهاز هيفضل مستني في الشركه لغايه ما يعمل اكتتاب ويدفع فلوس ويستنى الاسهم ما تنزل والفيلم الازرق ده. فهو خرج من اكمي النهارده ده في الغالب، وان شاء الله نستنى التاكيد النهارده او بكره. النساجون طلع، فركين موكوس، موبكو على نتائج اعمال قويه، نساجون نتائج اعمال قويه، حاويات نتائج اعمال قويه، اتصالات يعني نص نص. في بعض الاسهم لوتس مثلا خفض خسايره، اكمي نفسه خفض خسايره. ولكن احنا طبعا بنقول ان اسهم اعاده الهيكله دي ما بنبقاش باصين برضو قوي لنتائج الاعمال، ولو جت حلو تبقى مصلحه. ناس سالتني كتير على جو جرين، بس خسنا الاجازه والنهارده وامبارح، ولكن للاسف انا مش لاحق انام، مش لاحق ابص على حاجه، مش لاحق انام. ف معلش اعذرونا، ممكن بقى نبص عليه في الاجازه. ولكن السهم اوفر سولد، يعني بتباع بطريقه قويه جدا ونتائج اعمال الشركه كويسه. السهم ده لما كان ب 70 قرش ولا نزل برضه وانتهبت هبده حلوه كده، وصل لغايه 70 قرش ولا 80 قرش، انا كنت ناس كتير بتسالني عليه بقول لهم خلاص ده اوفر سولد وهو ان شاء الله هيطلع. بس هو كان عنيف في طلعته شويه، فمعظم الناس ما خدتش قرار ان هي تخشه غير متاخر. ولكن طبعا السهم وصل ل 2 جنيه وشويه، يعني وفوق 2 جنيه ونص ولا حاجه، وبعدين نزل طبعا الهبده القويه دي. هو شكله شبه نهر الخير برضه، ولكن هو بيعمل الاكشن اسرع شويه. النيل للادويه انا سبتها قلت عشان اوفر سيوله للدخول، ولكن ان شاء الله ارجع لها تاني. اكتوبر فارما شفته مريح شويه والله، بس ما اعرفش برضو قفل على كام. برضو بنك البركه مريح، في اسهم كده مريحه برخامه، يعني مريحه رخمه كده. برضو الكويس ان السوق النهارده قفل برضو على 52 فوق 52، هو عمال يلعبك على الدعم اللي هو كان مقاومه واتكسرت، وبعدين نزلنا كسرناه وطلعنا فوقها تاني، هي 52 800، واللي بتمثل اهميه كبيره عند قطاع كبير جدا من المحللين وعلى مدير الصناديق وكده، ان هو الناس خايفه انها تتكسر وننزل تحت المقاومه دي، تحت الدعم ده، فننزل نكر لتحت لغايه 50,000 ولا حاجه. فهو كل يوم يلعبك، يطلع وينزل ببعض الاسهم، ويطلع وينزل بشويه مكونات من المؤشر، ومستني جرين لايت كده من بره ان الدنيا خلاص والدنيا امان، فيطلع بقى يشرخ ويكسر القمه اللي فاتت مع اي اخبار ايجابيه للسوق او الاسهم. قرة اعتقد هيطرح للتداول، ناس قالوا الخميس وناس قالوا الحد، اما نشوف هيعمل ايه. الناس بتسالني على توقعاتي عليه، يعني بصراحه هو 2.97، يعني ممكن يجيب 3.5 مثلا، يعني ممكن يجيب 3.5. ربنا يسهل له كده. لو جاب 3.5، انت عندكم اخر كام اكتتاب، يعني جورميه عمل 100%، توسع عمل اكتر من 100%. فالاكتتابات 2026 لغايه دلوقتي بتثبت انها اكتتابات كويسه، لا بأس يعني بيها، فماشي الحال. فنتمنى ان عم قرة ده يعمل مثلا 4 جنيه، يعمل جنيه، يعمل 5، يعمل كام كده 30% و 33%، يبقى مصلحة. ايه تاني؟ الاسهم بقى، والله في ما اعرفش، حد بعت لي برضو خبر على الدوليه محاصيل ان هو زود راس المال المرخص. قلنا المرخص بيه غير المصدر والمدفوع. المرخص بيبقى قلنا غريب ان الناس ترفع المرخص من غير ما تدفع المصدر والمدفوع، ولكن ممكن بيبقى زي خطوه استباقيه لتوزيع مجاني مثلا، وان كان مثلا منفيس عملها لغايه دلوقتي لسه ما اظهرش اي كرامه سواء مجاني او اكتتاب. الدولية محاصيل رفع من مليار لمليار ونص، ولسه ما قالش برضو ليه. ولو كان ناوي في حاجه كان قالها هنا، عشان الجمعيه العمال غير عاديه دي هتجتمع عشان ترفع راس المال المرخص، ما تجتمع عشان ترفع راس المال التاني، وتاخد القرار اللي انت عايزه. عشان كده بيبقى قرار مش مفهوم شويه. برضو احنا لسه مستنيين ميقات المجاني بتاع هيبكو، ميقات المجاني بتاع لوتس، بتاع اكتوبر فارما. كل دول مستنيين خبر المجاني، ومستنيين خبر الاكتتاب بتاع النيل للأدوية، خبر الاكتتاب أو ميعاد الاكتتاب بتاع تايكون. كل ده مستنيين الأخبار بتاعتهم. بريميوم هيلث كير الأخبار اللي نازلة عليه للأسف لغاية دلوقتي سلبية.
ناس بتقعد للاسف تعشم نفسها، الناس بتبعت لي والله يا جماعه بأصعق من الكلام. واحد في السهم بقاله مش عارف سنتين، واحد في السهم بقاله سنه ونص، وكل شويه يروح واحد داخل ضحك عليهم بكلمتين ويقول لهم طولة البال تنول الامل، والسهم رايح 50 قرش وجنيه. طب يا سيدي، طب ما اروح اعمل حاجه في مساهم تاني وارجع له. مش هينفع يبقى كل ما حفظت سهم واحد من سنتين والسهم بينزل بس ما بيطلعش، والسوق كله عامل 100% 150%، ولكن للاسف لا حياه لمن تنادي. طبعا الشركه من سيء لاسوء للاسف، ومفيش اي اخبار ايجابيه طالعه. حتى الاخبار الاخيره بغلق اكتر من معمل تحاليل على اعتذار الناس المراقبين الحسابات اللي هم اصلا كانوا واخدين المهمه من ناس اصلا كانت اعتذرت قبل كده. فالدنيا بصراحه مش احسن حاجه. بس يعني فركيم متماسك عند الدعم الثاني، لو كسر قلنا عنده بقى لغايه 72 ولا حاجه، بس ما اعتقدش بصراحه يجيبها. ومنتظر ان هو يلملم نفسه كده ويطلع لنا بقى فوق تاني 85، يطلع لنا 80 85 ويورينا بقى ال 90 ان شاء الله. النساجون ممتاز، ولكن جري للاسف النساجون ده من الاسهم اللي حظي دايما معاها وحش. كل ما اطلبه ما يدينيش وبعدها يطلع على طول زي النيل ادويه. انا كل واحد امبارح بيقول لي انت خرجت من النيل ادويه، قلت له بس يعني جود نيوز، انا لما بطلع من النيل ادويه ده بيجري. فالحمد لله ما جريش لغايه ما الفلوس ترجع عشان ان شاء الله برضو نلحق نرجع ناخد بوزيشن فيه، لان النيل ادويه من الاسهم ان شاء الله اللي عندها بوتنشال كويس. بس ده كل حاجه النهارده. اخر حاجه بس اسالكم بالدعاء لموسى كتير قوي قوي الايام دي، والايام اللي فاتت الحمد لله دعينا له كتير وندعي له كمان الايام دي، والحمد لله صحته بخير، ولكن عنده شويه مشاكل كده نظبطها له في المدرسه وحاجات كده، محتاجه دعواتكم يعني عشان ربنا يوفقنا دايما للي فيه الصالح ليه. يا رب يا رب يحفظه دايما ويحفظ اولادكم جميعا ويكتب لكم الخير والصحه والعافيه، وسلام عليكم.